كنت فاكر إن دهون الكبد بتحصل بس مع الناس اللي وزنها زايد، مش كده؟ أكتر من 40% من الناس المصابة بالدهون على الكبد وزنهم طبيعي تماماً، بل بالعكس. طبقاً لأحدث إرشادات الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد في نوفمبر 2025 إنه ممكن لبعض الناس دي طبقاً لمرحلة تأثر الكبد يتصرف لهم حقن إنقاص الوزن اللي هي الويجوفي أو سيماجلوتايد، والويجوفي هنا بتكون مش لإنقاص الوزن ولكن لإنقاص درجة تأثر الكبد. دهون الكبد دي بيكون ليها عدة أسباب، ممكن تكون مقاومة أنسولين مخفية، ممكن تكون نتيجة لدهون البطن الحشوية ودي إن الدهون بتتراكم على الأعضاء الداخلية للجسم، ممكن تكون نتيجة للتغذية السيئة زي النظام الغذائي الغني بالسكريات والنشويات، أو ممكن تكون كمان عوامل وراثية. طيب هل الدهون على الكبد دي حاجة خطيرة؟ لأن هي لو اتثابت ممكن تعمل التهاب في الكبد ينتج عنه تليف في الكبد أو فشل في الكبد. ولكن الخبر الحلو هنا إن دهون الكبد دي من الحاجات اللي بتتحسن بسرعة مع شوية تغييرات بسيطة، زي إنك تمنع المشروبات الغازية والسكر عموما، تقلل العيش الأبيض والمكرونة البيضاء، تتمشى 30 دقيقة يوميا، تركز على بروتينات زي البيض والسمك والأوميجا 3، زود من الخضار زي البروكلي والسبانخ. دمتم دايما في أفضل صحة وحال.